ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أطفال الحلوين. سنحكي اليوم عن قصة الهمزة الجميلة. ففي يوم من الأيام جلست الهمزة وحيدة تبكي. أتت إليها كل الحروف وسألتها: ما بك يا أختنا الهمزة؟ فكرت الهمزة وقالت: أنا حزينة لأنني لست كباقي الحروف، فأنا لست طويلة بل أنا قصيرة. أتت حروف المد الثلاثة: الألف والواو والياء، وكذلك أتت السنة أو النبرة ليصيروا كراسي للهمزة ويساعدوا الهمزة، وبذلك حلت مشكلة الهمزة الصغيرة وصار لها 5 كراسي. أولا الهمزة على ألف، هنا الألف مجرد كرسي، وثانيا الهمزة على الياء، والياء هنا أيضا مجرد كرسي، والهمزة على الواو، وهنا أيضا الواو مجرد كرسي للهمزة. وأخيرا أتت النبرة أو السنة وصارت كرسي للهمزة. وأحيانا ما تشعر الهمزة الصغيرة بالملل فتنزل من على الكراسي وتجلس منفردة على السطر. والآن يا أطفالي لننتقل لأمثلة على كراسي الهمزة. أولا الهمزة على ألف، فهمزة على ألف مثل أرنب، 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 أرنب. ثانيا همزة على الياء مثل شاطئ، شاطئ، وهمزة على الواو مثل رؤية، رؤية، وهمزة على نبرة أو سنة مثل رئة، وهمزة على السطر مثل سماء،